السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هتكلم معاكم عن بصوا حلمية داود وزاهية داود وام حلمية داود اخت وبنت زاهية داود. بصوا العيلة كلها الصراحة مشردين بعضهم خالص على النت ومطلعين فضايحهم على النت. ليه كده يا جماعة؟ خلوا بينكم ان انتوا اخوات لحم ودم، خلوا بينكم اسراركم مع بعضكم، ما تنتشروهاش كده في النت. ليه يعني الفضايح دي؟ كل ده عشان ايه؟ يعني حتى الام طالعة بتتكلم، عمالة تتكلم على حلمية وتقول عليها حرام عليكي واتقي الله، وانت قبل ما تمسكي المصحف اتوضي الاول واعملي الاول. يعني انت ام، يعني انت المفروض انت اصلا الام نفسها، المفروض انت حضرتك يا طنط انت اللي تصالحي بينهم، انت اللي ما تجيبيش بينهم الخراب، انت اللي تقولي لهم ده غلط وده صح. ما توقفيش بينهم كده وتيجي مع زاهية وتسيبي حلمية. انا لحد دلوقتي مش قادرة افهم الصراحة مين اللي غلطان فيهم ومين اللي صح فيهم. انا اسمع دي تقول دي غلطانة، واسمع دي تقول لي امي واختي، واسمع دي تقول. بجد بجد يعني حرام ان انتوا بتعملوه في نفسكم ده. بجد انتوا فضحتوا الدنيا على السوشيال ميديا. كل ده ايه؟ ليه يعني؟ عشان يوتيوب وقنوات؟ ما تغوروا القنوات وتغوروا اليوتيوب يا شيخة. ده انتوا اخوات لحم ودم تفضحوا بعضكم بالطريقة دي عشان ايه؟ عشان الفلوس؟ خلوا اثاركم بينكم بعضكم، اتخانقوا مع بعضكم، اشتموا بعضكم، اضربوا بعضكم. بره اليوتيوب ده خالص. انتوا ليه توجعوا دماغ الناس وتشتكوا وتنشروا بمعنى اصح غسيلكم الوسخ؟ بمعنى اصح زي ما بيقولوا غسيلكم الوسخ، انك انتوا بتنشروه للناس كلها تتفرج عليكم، ودي تقول كلمة ودي تقول كلمة. طب وليه؟ ما انا سر بيني وبين اختي، دي اختي برضو، مهما كان اختي وحشة حلوة اختي يا ستي. اختصر اقاطع منيها خلاص، ما نقعدش اطلع افضح امبارح حلمية والنهارده زاهية يطلعوا بس ويفضوا قبل كده بنتهم نرمين. ليه الكلام ده؟ ليه الفضايح على اليوتيوب دي؟ انتوا بتعملوا كده يعني عشان تجيبوا مشاهدات وتجيبوا لنفسكم ارباح، والجو ده تفضحوا نفسكم. برضو قريب كنتوا قلتوا صلحنا ورحتوا عند بعض وصلحتوا وطلعتوا فيديوهات وقلنا انتوا حياتكم كلها مشاكل. انتوا بقالكوا زي سنتين ولا 3 في المشاكل. انا متابعة حضرتك وحضرتها، انتوا في مشاكل بقالكوا سنتين 3. ليه؟ طب كده ليه ليه اخلي الناس تسمع حكاوينا؟ وليه احط امي تحت باطي ان انا امي اجيبها وافتح لها بس مباشر واخليها تتكلم عن حلمية وتقول وتقول؟ بس الصراحة الغلط الكبير من الحاجة نفسها. المفروض هي اللي تجيب دي وتجيب دي وتخلص الموضوع دوت وتقفلوا على المواضيع دي، وبلاش السوشيال ميديا خالص. ما تدخلوش السوشيال ميديا خالص في المواضيع دي. بجد والله يا جماعة عيب قوي 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 اللي انتوا بتعملوه دوت. آه عيب عيب تنشروا كده غسيلكوا للناس تتفرج عليكم، اللي يسوى اللي مسواش بمعنى اصح يعني. فبجد الله يكون في عونكم وعون جوازكم. انتوا مش هترتاحوا الا لما حد فيكم يقع. بجد والله انتوا مش هترتاحوا الا لما حد فيكم يقع وقع عشان تتهدوا بقى بجد. انك انت تطلعي تتكلمي واختك تطلع تتكلم وبنتكم تطلع تتكلم وابنكم يطلع يتكلم. ليه يعني؟ ليه كل ده عشان خاطر ايه؟ يوتيوب؟ ما انت يا زاهية انت اللي علمت اختك تفتح قناة وتعمل قناة، وانت اللي دخلتها في المجال اليوتيوب من الاول. ما تجيش دلوقتي تشتكي وتعيطي وتقولي وتعيدي وكاني وماني. خلاص سيبيها بقى رزقها، كل واحد بياخد رزقه. وانت يا حلمية ما تطلعيش برضو تقولي اصلا زاهية قالت، اصلا زاهية عادت، واصلي وفصلي وامي ومش امي. لا ما ينفعش خالص خالص الكلام ده. عيب بجد بجد، عيب اللي انتوا بتعملوه. يعني انتوا، انا مش عارفة انتوا ازاي طالعين كده، وازاي جوازكوا سايبينكوا ان انتوا تطلعوا وتقطعوا في بعضكم بالطريقة دي وتخلوا الناس تتفرج عليكم. بجد عيب عيب بجد. يعني انا من امبارح متابعة الموضوع ومش عاجبني الوضع اللي انتوا بتعملوه ده. ليه يا جماعة كده؟ وحلمية مسكت زاهية وضربتها بالقلم على وشها ومش عارفة ايه، وجوزي لو شافها كان قطع لها ايديها. وليه اطلع انا واقول الكلام ده؟ انا ليه اجي مع جوزي عشان خاطر اختي ايه ده يا جماعة؟ وليه ما تبقوش كويسين؟ يا ريت يا حاجة بدل ما تطلعي وتتكلمي كده، يا ريت تلمي عيالك حواليكي وتعال. يعني عيالك مش صغيرين، عيالك كبار.
تلميهم حواليكوا كده وربنا يهديكوا بجد يعني على اللي انتوا بتعملوه ده. ربنا يهديكوا.